وفيلمنا بيبدأ مع آنا وهي بتعزف على التشو وبتكون مندمجة جدا، لكن بيقطعها صوت الباب وهو بيفتح، وبتلاقي ان جوز امها داخل عليها، فبتحاول تكمل من غير ما تديله اي اهتمام لحد ما بيقوم يضربها وبيحاول يعتدي عليها، فبتزقه برجليها بعيد فبيخبط في ازاز، والنتيجة لده بيموت. بعدها بنشوف آنا وهي مقبوضة عليها وبيتحقق معاها، وبنشوف الشهود اللي من ضمنهم مامتها واللي بتنفي ان جوزها حاول يعتدي على بنتها، وكمان بتقول ان بنتها بتكذب، والنتيجة لده بيتحكم على آنا بالسجن مدة من 4 ل9 سنين. وبنشوف آنا وهي رايحة السجن وبتستلم هدوم السجن، وبيجي فرانك مدير السجن علشان يشوفهم، وبعدها بتخش آنا الأوضة وبتلاقي زميلتها موجودة فيها وبتكون اسمها جيني، وجيني بتكون واحدة منطوية ما بتحبش تتكلم مع حد وما بتتكلمش كتير وبتفضل القراية، فبتحاول آنا تتكلم معاها وتفتح معاها اي موضوع لكنها ما بتردش عليها، فبتنام آنا. وبنلاقي جيني بعد كده بتبص عليها وهي نايمة. وتاني يوم بتروح بنت اسمها كودي تتكلم مع آنا وبتفضل ترخم عليها بكلامها وبتحذرها من فرانك، وفي وقت الاكل بتروح لها هي وشلتها وبتطلب من آن ان هي عايزاها تبقى معاها في الشلة، وان هي دلوقتي آن محتاجاهم علشان يحموها. واثناء الكلام بتشاور لها على بنت سمرة وبتقول لها ان هي عمالة تبص عليكي كتير وحطاكي في دماغها، فبترد عليها آن ان هي مقدرة مساعدتها وحمايتها ليها، لكن هي دلوقتي مش عايزة تكون مع حد وعايزة تكون لوحدها. فبتتعصب كودي وبتقول لها انها طالما ما وافقتش تبقى في الشلة معاهم فده له عقاب، وبتزقها وتوقعها على الارض. بعدها بتكون آنا بتمسح الارض، فبتيجي كودي وشلتها وبيضربوها وبيقولوا لها ان هو ده العقاب. وبتنتقل بعد كده آنا لمستشفى السجن وبتقابل دكتورة هناك اسمها ايتن، وبتقول لها ان حصل لها شوية مشاكل في السجن، فبتنصحها تلجأ لفرانك لو حصل اي حاجة. وفعلا بتروح آنا لفرانك مدير السجن وبتطلب منه يحطها في سجن انفرادي بعيد عن البنات دول، فبيقول لها فرانك انها مش هتستحمله، وانه عارف ان معظم البنات اللي هنا وحوش لكنه هيقدر يحميها منهم مقابل انها تهتم بيه، يعني تعمل معاه العسل بالقشطه. فبترجع آنا للزنزانه بتاعتها وبتسالها جيني على فرانك، فبتقول لها آنا ان كل اللي هنا وقاحين ومش كويسين، فبتحاول جيني تهديها. وتاني يوم بتكون آنا ماشيه فبتلاقي البنت السمراء في طريقها وبتقول لها انها مش هتسيبها وبتحدف الكوره على راسها، فبتتضايق آنا وبتقول ان كل اللي بيحصل ده لازم يقف عند حده. وبتروح آنا ناحية كودي وشلتها وبتطلب من كودي ان هي خلاص موافقة انها تكون معاهم وتنضم للشلة، فبتطلب منها كودي ان في شرط واحد علشان تنضم لشلتها، وهي انها تضرب البنت السمراء وفي نفس الوقت البنات هيصوروها علشان يمسكوا الموضوع ده عليها ومش يخلوها تخرج من الشلة. فبتروح آنا تعمل كده فعلا وبتفضل تضرب في البنت لحد ما الضباط بيجوا يفصلوا ما بينهم وبياخدوا آنا على الحبس الانفرادي. وتاني يوم بيطلب فرانك من بتوع الامن انه يجيبوله آنا، وبيقول لها ان هو لو مش مهتم بشأنها ما كانش هيحبسها اقل من اسبوعين في الحبس الانفرادي، وبيقول لها انه هيعمل معاها كده مقابل انها تعمل معاها العسل بالزبادي وهيطلعها من الحبس الانفرادي. بعدها بتروح آنا تقابل مامتها، ومامتها وهي جايه لها بتفضل تقول لها ان جوزها كان راجل طيب وعمل لهم حاجات كتيره جدا وان آنا كدابه، فبتزعق لها آنا وبتقول لها يا ريت ما تجيش هنا تاني. وبعد كده بتكون آنا قاعده مع كودي وشلتها وبيشوفوا البنت السمراء جايه على آنا ومعاها سكينه، فبتضربها آنا وبيجوا الضباط يفصلوا ما بينهم وبيودوا آنا على مكتب فرانك، فبيقول لها ان هي مشاغبه وبتعمل مخالفات كتير لكن ممكن يتغاضى عنها مقابل اتفاقهم انها تعمل معاه العسل بالزبادي، وبيديها تشرب ممنوعات علشان تستلها ويبدأ يعمل معاها العسل بالزبادي. بعدها بترجع آنا لزنزانتها وبتتخانق مع جيني، فبيجي ظابط وبياخدها لفرانك اللي بيقول لها انه زهق من كتر ما بتدخله المكتب، فبتقول له يفرج عنها مقابل انها تعمل معاه اي حاجه. بعدها بتروح آنا الكودي وبتطلب منها الممنوعات، وبتكون آنا متضايقه جدا وبتقول لها انها مش قادره تتأقلم هنا وبتتخانق معاها وبتسيبها وبتمشي. وتاني يوم بتروح آنا تتكلم مع جيني لكنها جيني ما بتردش عليها، فبتشوف مجموعه من البنات قاعدين يضربوا حقن، بتروح تدولهم فلوس وبيدوها حقنه، وبتكون كودي شايفاها ومستغربه من اللي بتعمله. وبعدها بنشوف آنا البنت السمراء بتيجي عليها هي وشلتها وبيكونوا عايزين يضربوها. بعدها آنا بتروح للمستشفى وبتقابل الدكتوره ايتن اللي بتشوف مكان ضرب الحقن وبتقول لها انها مش حابه تشوفها كده مره تانية. بعدها بتروح آنا تضرب حقنه تانية وبتكون دايخه وبتقع على الارض وبتفضل تفتكر جوز امها، وبعدها لما بتفوق بتروح تكتب على دراعها كلمه ميته، وبنشوفها وهي مستمره على ضرب الحقن لكن ساعتها بتكون خلاص دخلت في مرحله الادمان، وبتنصحها جيني انها تروح تتعالج، فبتسيبها آنا وبتمشي وبتنزل تتخانق مع البنت السمراء خناقه كبيره، وبيجي الضباط كالعاده يفصلوا ما بينهم وبتتاخد آنا على حبس انفرادي، وبيجي فرانك للمره الثالثه يطلعها لكن برضه بتروح تضرب حقنه للمره
تانية، وفي المرة دي بتيجي كودي تاخدها لكنها بتفضل تصرخ بصوت عالي وتقول لها ابعدي عني، وبتخليش حد يقرب لها، وبتفضل تصرخ بشكل هستيري لحد ما الضباط بيجوا. فبتمسك انا المسدس وبتحطه على رقبتها وبتقول لهم لو ما بعدتوش عني انا هخلص على نفسي، لحد ما بيمسكوها وبيحطوها في سجن انفرادي لوحدها. وبتفضل هناك ايام كتير لحد ما بتكسر صينية الاكل وبتقطع شرايينها، وبتنتقل للمستشفى وبتفضل فيها. وبتكون دكتورة ايتن بتعملها بلطف جدا، وبيكون في بنت في السرير اللي جنبها تعبانة جدا وبتفضل تكح. فبتقوم انا تطمن عليها وبتلاقيها مش قادرة تاخد نفسها، فبتنده للدكاترة لكن الدكاترة ما بيلحقوهاش وبتموت. وبتكون انا متأثرة جدا باللي حصل، وبتحاول الدكتورة ايتن تهديها. بعدها بنشوف ام انا وهي جاية ليها في زيارة وبتعيط، وبتقول لها ان هي اللي المفروض تكون محبوسة بدلها دلوقتي، وانها هتكلم المحامي للمرة التانية، وقريب هتخرج وهيروحوا هما الاتنين معهد الموسيقى. وبتفضل تعتذر لها. بعدها بتيجي الدكتورة ايتن وبتقول لآن ان فرانك عايزها، فبتروح له آن وبيقول لها انها اكتر بنت سابت معاه علامة، فبتطلب منه انه يبعد عنها كل البنات مقابل اي حاجة تعملها معاه. وبعدها بتروح آن تبوظ الوشم اللي على دراعها بتاع شلة كودي وبتروح تاكل، فبتفضل كودي وشلتها يرموا عليها الاكل، وبتروح البنت السمراء تحط وشها في صينية الاكل. وبعدها بيطلب فرانك يقابلها للمرة التانية، وبيكون جايب ليها تشيلو وبيطلب منها تعزف وتتدرب عليه علشان عرض المواهب اللي هيكون قريب في السجن. وبتقعد وبتعزف، وتاني يوم بتعدي بنت من قدام آنا وبتديها ورقة، وبتكون الورقة دي مكتوب فيها انها ميتة. وبعدها آنا بتمشي وبتلاقي وراها كودي وشلتها، وكودي بتعورها في وشها وبتضربها على ايديها عشان ما تعرفش تعزف على آلة التشو. وبتروح آنا المستشفى وبيجي فرانك يعتذر لها ويقول لها انه هيحاسب كودي. وبتشوف الدكتورة ايتن فرانك وهو بيحاول يتقرب من آنا وبيحاول يلمسها. بعد كده بتروح آنا لمكتب ايتن وبتقول لها انها مش قادرة تستحمل اللي بيحصل لها، فبتقول لها انها جوز اختها شغال عند المحافظ، ولو قدروا يثبتوا اي حاجة على فرانك هو هيساعدهم. ساعتها كان فرانك شايفهم في الكاميرا وسمع كل الكلام اللي اتقال، عشان كده قرر انه يخلص على الدكتورة ايتن وبعت لها واحدة من المساجين تخلص عليها. وبعد كده فرانك بيروح لآنا وبيقول لها تحضر نفسها علشان عرض المواهب. وبعد كده بنشوف آنا وهي بتعزف والكل بيعجبوا عزفها. وبعد ما العرض بينتهي فرانك بيقول لها انه محضر ليها جلسة افراج لكن بشرط انها تعمل معاه العسل بالقشطة. فبتوافق آنا وبتنفذ كل طلباته. وبعد كده بتروح آنا تقول لجيمي على الجلسة دي، لكن جيني بتقول لها ان هي ما تثقش في كلام فرانك وان هو بيدي البنات امل وبعد كده بيحطمهم. فبتروح آنا لكودي وبتطلب منها انها تساعدها لانها عايزة تنتقم من فرانك. فبتديها كودي جهاز بيصور اي حاجة بتحصل معاها، وبتقول لها اول ما ينده عليك ويعمل معاك العسل بالزبادي صوري كل اللي بيحصل. وفعلا لما بيطلبها فرانك بتقدر انها تصور كل اللي بيحصل. ولما بيجي معاه بجلسة الافراج بتاعها وساعتها القضاة بيتكلموا مع آنا اللي بتقول لهم ان هي اتغيرت للاحسن. بتطلب آنا من القضاة انهم يفرجوا عنها وانها ندمانة على كل اللي عملته، لكن القاضي بيقول لها طلبك مرفوض. فبتقول له يستنى وبتفرجهم على الفيديو بتاع فرانك. فبيشوفوا القاضي وبعد كده بيؤمر بحبس فرانك، وبعد كده بيتحبس وبتكون البنات كلها فرحانة فيه وعايزة تضربه. وبعدها بيراجع القاضي ورق آنا وبيقول لها ان هي شجاعة جدا وعلشان كده هيفرج عنها لانها تعتبر بنت مثالية وشجاعة ومفيش زيها. وبعد كده بتودع آنا جيمي وبتودع كودي وبتخرج من السجن وبتكون مامتها في انتظارها. وبنشوف اخر مشهد وآنا في المعهد الموسيقي وبتعزف على آلة التشو، بتكون مامتها بتتفرج عليها وفرحانة بيها. وبيخلص الفيلم على كده.